جاهزين؟ يلا ركزوا معايا، وكل اللي يسمع اسمه يروح يركب الاتوبيس على طول علشان نروح الرحله. حاضر يا استاذ ناصر. حمزه محمد. انا يا استاذ ناصر. الواد زعبول لك جربان. انا يا استاذ ناصر. هنا محمد. انا يا استاذ ناصر انا. يلا اللي سمع اسمه يروح على الاتوبيس على طول. ايه ده؟ الولد صاحبول لك كلبان والعيال طلعين فين؟ بس احنا عندنا مدرسه دلوقتي ولا صفر. انتوا رايحين على فين كده يالا يا صاحبول؟ رايحين رحله يالا يا عطلين جنينه الحيوانات. ايه ده؟ اللحله؟ لحله ايه ومحدش سأل لي ليه؟ وهم يعني لو كانوا قالوا لك كنت هتطلع؟ ايوه كنت هطلع وما طلعش ليه؟ الواد صاحبول لك كلبان يعني احسن منه ولا حاجه؟ انت عارف يالا يا عطلين الرحله دي بكام؟ بكام يعني؟ ب 150 جنيه يا اخويا. 150 جنيه؟ ده انا لو قلت لبابا عمله حتى ما قلت هيوديني ب 150 الف. يلا يا اولاد عشان ما نتاخرش على الرحله. استنى بس يا استاذ ناصر، خدوني معاكم ولما نيجي هخلي بابا يجيب لك الفلوس والله. ابوك البخيل ده اللي هيدفع لي؟ ده لسه لحد دلوقتي ما دفعش مصاريف المدرسه ومطلع هاني المدير معاه. يلا يا عيال عشان ما نتاخرش. ده طب خلاص استنى بس يا استاذ ناصر، هروح اجيب لك الفلوس من البيت واجي عشان اطلع معاكم اللحم. قدامك ربع ساعه يلا يا عبقرين، ومش هنستناك اكتر من كده، لو اتاخرت هنسيبك ونمشي. يلا يالا يا عطلين عشان نخلفها. حاضر حاضر يا صاحبول يا كلبان مش هتاخر. ate monto, ate jandar, ay hortek, anti شواجري. يلا عن ابو اللي جابك يا ناصر، ابخ على الصبح. انت راجل ايه ده يا عبقرين؟ انت ايه اللي رجعك من المدرسه؟ استاذ ناصر المعاصر عامل رحله لحديقه الحيوان يا بابا وانا عاوز اروح معاه. ماشي يا حبيبي، روح وخد بالك من نفسك. بجد يا بابا؟ انت معاك فلوس بقى؟ فلوس ايه؟ فلوس الرحله يا بابا. دي كام فلوس الرحله دي؟ 150 جنيه يا بابا. 150 عفريت لما ينططوه. لا بنتكب على قط. يا رب لا بس خلقتنا بقى بخيل ومصلاتي يديني فلوس اللحله. اعمل ايه دلوقتي؟ كده هيسيبونا نطلعوا اللحله من غيري. اعمل ايه يا عبقرينا؟ بس لقيتها الحصاله بتاعت ماكيت اخويا. صح، انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه ليه؟ يلا عاوز كل اللي بيشوف الفيديو دلوقتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديده. مش بس كده، نعمل لايك للفيديو نوصله لحد 100,000 لايك، وتقولوا لي في الكومنتات عاوزين الفيديو الجاي باتمان والموميا الملعونه وسوبرمان والابطال الخارقين ولا الخاتم السحري، وتقولوا لي في الكومنتات برضه ايه اللي رايكم في الفيديو ده، وتكملوه لحد اخر ثانيه لان في مفاجاه جامده جدا هتحصل في اخر الفيديو. يلا مستنيين ايه؟ لايك للفيديو، اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. بس كده الربع ساعه خلصت والواد عبقرينه لسه ما جاش. يلا بينا عشان نروح الرحله. يا استاذ ناصر يا معاصر، يا استاذ ناصر يا معاصر. يا استاذ ناصر الولد عطلين ايه ده اهو؟ انا جبت فلوس اللحله يا استاذ ناصر و20 جنيه كمان عشان اصرف واسابلق على نفسي هناك. استنى يا عطلين احنا هنخلفها. وانا سنه السمسم ناموا 3 تنام. طب يلا بينا، كله ورايا على الاتوبيس. سامعين كلكم؟ من النهارده مفيش كلمة هنا مسموعة في الغابة غير كلمة النمر وبس. والاسد راح فين يا نمر؟ مش هو ملك الغابه برضه؟ من النهارده مفيش أسد يا قرد يا جربان، أنا ملك الغابة وبس، وكلكم تسمعوا كلامي، مفهوم؟ مفهوم يا نمر. أنا جعان، يلا روحوا هاتوا أكلنا، أي حد يهوب ناحية الغابة اقبضوا عليه وهاتوه عشان ناكله. بس الاسد لو موجود يا نمر عمره ما هيخلينا نعمل كده. أسد إيه؟ من النهارده مفيش أسد، كلمتي أنا بس اللي مسموعة. حاضر يا نمر، اهدى بس. يلا كلكم غوروا من وشي. حاضر يا نمر.
استنى عندكم، رايحين فين؟ داخلين حديقة الحيوان يا عم. حديقة الحيوان النهارده اجازة، مفيش الا المراجيح هي اللي شغالة بس. اجازة؟ اجازة ازاي يعني؟ ده احنا النهارده في نص الاسبوع، وبعدين انا لامم فلوس من العيال عشان اجيبهم حديقة الحيوان كده هتخرب بيت. اصل الاسد مش موجود النهارده، راح مشوار، واحنا ما نعرفش نسيطر على الحيوانات من غيره، وما نضمنش ممكن يعملوا ايه، فقفلنا حديقة الحيوان النهارده خالص. خلاص ماشي، يلا يا عيال كله يروح يلعب في المراجيح، حد يقرب من حديقة الحيوان. مراجيح يا استاذ ناصر، احنا جايين عايزين نشوف الحيوانات، كان دافع 150 جنيه. انت ما سمعتش انا عبقري له الامن لسه قايل ايه؟ ماشي يا استاذ ناصر. يعني احنا يلا عبطلين كده على الفاضي ومش هنشوف الحيوانات؟ يا خسارة ال 150 جنيه بتوع الرحلة، ما تتصرف يا عبقرينا وشوف لنا حل. هتعمل ايه يا عبقرينا؟ هتعمل ايه يا عبقرينا؟ بس لقيتها. هي ايه يا عبقرينا؟ احنا هنروح ندخل حديقة الحيوانات من ورا اللاجل بتاع الامن ونشوف الحيوانات ونتصور معاهم كمان. يا سلام، ويفلت بقى الحيوانات يلا يا عبطلين وهكمت علينا. يهجموا علينا ازاي يعني يالا يا سعبل؟ ما هم اكيد الحيوانات دي محبوسين في القفص. انت متأكد يا عبقرينا؟ ايوه طبعا، انا عامل خطه. يلا تعالوا ورايا، انا هروح اشغل الامن واقعد اساله شويه اسئله وانتوا تتسحبوا من ورا الامن وتدخلوا، وبعدين انا هاجي وراكم. يا عمو ايوه يا حبيبي. هو الاسد لسه ما جاش يا عمو؟ لا يا حبيبي لسه ما جاء، وقلت لكم ابعدوا عن حديقة الحيوان عشان ده في خطر عليكم، انا قلت اهو. حاضر يا عمو خلاص. الله علينا، هلبنا منه ودخلنا حديقة الحيوان. هنعمل ايه دلوقتي يلا يا عبطلين؟ يلا كل واحد فينا بقى يروح على الحيوان اللي بيحبه ويتصور معاه، ده احنا هنخلبها. أنا جعان، أبدأ بمين فيكم؟ يا نهار اسود، منك لله يا عبطلون التالت، كل ده بسببك. يا ريتني ما سمعت كلامك وسمعت كلام الامن وما رحتش. والنبي يا حيوانات سيبونا نمشي وما تاكلوناش، مش هنعمل كده تاني، هنسمع الكلام. انتوا مش هتمشوا من هنا، احنا هناكلكم كلكم. هنبدأ بمين فيهم يا نمر؟ هنبدأ بالواد الجربان ده. وانا مال انا يا نمر، ما تاكل الولع عبطلون ده. يلا هاتوه. اثبتوا مكانكم. ايه ده؟ سوبرمان؟